أتيحت لي الفرصة أني أنا أنشأ عمل أو عملين يكونون مستوحاة من رواية اختيرت لي أو أنا اخترتها، اسمها غرفة واحدة لا تكفي، من الكاتب الإماراتي المحترم والمحبوب سلطان عميمي. طبعا أنا حبيت هاي الرواية كثير، غرفة واحدة لا تكفي، لأنها من العنوان نفسه يشبه عملي. أنا دائما يعني من بداياتي وأنا أشتغل في الفن الهندسي، وهي عبارة عن قصة شخص في البداية نحن نتوقع أنه في غرفة مغلقة، ومن خلال فتحة صغيرة من الباب هو يطالع خارج الغرفة ويشوف حياة ثانية. ولكن كل ما نتعمق أكثر في الرواية نكتشف أنه هو أصلا هو نفس الشخص اللي موجود في الغرفة المظلمة، في السيكولوجي ماله، في علم النفس أو في نفسية الشخص هذا، وهو يطلع خارج الغرفة. هذا أصلا هو نفسه مرة ثانية، يعني يطالع لنفسه خارج الغرفة. ولكن دائما أحس أني أنا كأني شخصين في ازدواجية مختلفة تماما بين حياتي كمحامي وحياتي كفنان. فحسيت هذا موجود في الرواية وأنا ما كنت أعرف له في البداية، فجذبني أكثر وحبيت أتعمق فيها، وعملت عملين: عمل يجسد دوره في الغرفة المظلمة اللي هو كان يتخيلها، وعمل ثاني يجسد اللي هو آماله أو المستقبل أو شو كان موجود في الغرفة الثانية اللي هي ملونة أكثر وفيها فيها حماس أكثر. بالنسبة لمعرض خارج النص، أولا هذا المعرض صاحبة الفكرة هي الأستاذة أسماء المطوع. طبعا أسماء هي طبعا معروفة في فن الأدب في الإمارات طبعا، وأنا من المتابعين لها. وكذلك لا تنسين أن الأستاذة أسماء هي كولكتر، هي من النوع اللي هي تهتم بالفن، يعني شوفي هي تجمع بين الفن والأدب. هي باترون اوف ارت، هي تهتم بالفنانين سواء كانوا فنانين كبار أو فنانين تو مبتدئين مثلي أنا 6 سنين في الفن. فهذه فكرة الملتقى بين إنسانة تجمع بين الفن وبين الأدب في مكان واحد.